ازيكم عاملين ايه؟ يلا نعمل مع بعض صينية الخضار اللذيذة دي باللحمة المفرومة، ونقدمها مع الرز بطريقة حلوة كده تحبب ولادنا في أكل الخضار. الخضار اللي هنستخدمه النهاردة كوسة وبطاطس وبدنجان. الكوسة خليها بقشرها ما تقشريهاش وتكون بالمقاس الوسط ده، والبدنجان حاول انه يكون بنفس مقاس الكوسة، والبطاطس تكون وسط لا كبيرة ولا صغيرة. هناخد بقى البدنجان هنقطع الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت ونقطعه شرايح بالشكل ده كده. الكوسة برضو مش هنقشرها زي ما قلنا، وهنقطعها بنفس الشكل. شيلي الجزء اللي فوق وشيلي الجزء اللي تحت وقطعيها، وحاولي ان يكون مقاسها زي البدنجان بالظبط بقدر الامكان يعني. اما بقى البطاطس فطبعا هنقشرها وهنقطعها برضو شرايح، ونحاول انها تكون بنفس الايه السمك بتاع الكوسة والبدنجان. اغسليها بقى بعد كده ورشي عليها رشة ملح على الخضار كله. مش هنتبل إلا برشة ملح بس. بعد كده في طاسة على النار هنبدأ نحمر الخضار بتاعنا. أنا حمرته النهاردة. لو تحبي ترصيه على صاج كده وتدخليه الفرن تسويه في الفرن براحتك، بس أنا ما استخدمتش بقى أي مادة دهنية تانية بعد تحمير الخضار. يعني اللحمة اللي هستخدمها من غير سمنة خالص. حطيت الأول طاسة على النار وحطيت فيها الزيت، ونزلت البطاطس الأول وبعدين الكوسة وبعدين البدنجان. لاحظي كده، لأن البطاطس طبعا بعدها بيبقى الزيت برضو لسه نضيف، لكن البدنجان نوعا ما هو بيغير لون الزيت. فابدأي كده زي ما بدأت بالبطاطس وبعدين الكوسة وبعدين البدنجان. حمرت بقى كده الكوسة على فكرة ما بتاخدش وقت خالص، يعني أقل من 5 دقايق وهتلاقيها استوت. والبدنجان حاولي ان هو ما ياخدش لون غامق، يعني احنا عايزينه ذهبي فاتح برضو كده. وطلعيه وهنطلع بقى الخضار بتاعنا على مناديل مطبخ كده، تاخد الزيت الزيادة. طلعت بقى البدنجان اهو بالشكل ده، وبعدين اللحمة بقى بتاعتي نص كيلو. حطيته في طاسة على النار اهو من غير لا زيت ولا سمنة ولا حاجة خالص. ولما اللون بقى بتاع اللحمة طبعا يغير من البينك للون المبيض ده كده، نزلت عليه بصلاية مفرومة ناعم و3 فصاص توم مفرومين. تقلبي بقى دقيقتين 3 كده لحد البصل والثوم ما يدبل مع اللحمة، وبعدين تبدأي تتبلي. أنا بحب أتبل العصاق بتاعي بملح وفلفل أسود وتوابل لحمة وبس. نص معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة توابل لحمة، معلقة صغيرة ملح. قلبي بقى اللحمة في التتبيلة كده كويس، وبعدين هنضيف لها جزراية مبشورة. وقلبي بقى الجزراية دقيقتين 3 لحد برضو ما تدبل شوية، وبعدين نضيف الإضافة اللي بعد كده اللي هي الفلفل الألوان. الخضار ده بيحلي العصاج قوي، بيديله طعم لذيذ قوي، وفي نفس الوقت بيكتر لنا الكمية. نص فلفلاية من كل لون كده أحمر وأخضر وأصفر. دقيقتين على النار، وبعدين هنضيف كوباية عصير طماطم ضربتها في الخلاط وبعدين صفيتها بالمصفى، وبعدين معلقة كبيرة صلصة طماطم. لقيت بقى شايفة دهون اللحمة كتيرة شوية، فشلت منها بالمعلقة كده شوية من على الوش عشان برضو ما تبقاش دسمة معانا قوي. وسبتها بقى غطيتها وسبتها 5 6 دقايق كده تستوي وتتشرب من بعض، وبعدين نزلتها بالشكل ده. الصينية اللي هنستخدمها دي مقاس 28. حطيت العصاج تحت كده، طبعا العصاج بتاعنا ده نص كيلو زي ما قلتلك، ما استخدمتش يمكن حوالي تلتينه، والباقي شلته بقى لحاجة تانية. حطيت العصاج الأول وبعدين الخضار بقى بتاعنا. تحطي بقى شريحة كده من كل حاجة، يعني بدنجانية بطاطساية كوساية، وتكرري بقى كده لحد ما تكملي الدايرة بتاعة الصينية كده. وبعدين اعملي بقى واحدة تانية من جوه الدايرة دي، دايرة تانية كده. لو تحبي تكملي كله كملي، بس أنا حبيت أخلي الجزء الصغير ده اللي في النص فاضي علشان أزين الصينية بيه. حطيت بقى كوباية شوربة عليها معلقة صلصة وسقيت بيها الصينية، وحطيتها على البوتاجاز شوية ربع ساعة لحد ما تتشرب بقى الشوربة بتاعتها والخضار يستوي بالشكل ده كده. تعالي كده وتشوفيها كل شوية. وبعدين لما استوت بقى كده نزلتها، وزينت الدايرة اللي في النص زي ما بقولك بطماطم شيري وشوية فلفل ألوان كده على الخضار يدوا شكل جميل. ودخلتها الشواية أقل من 10 دقايق، يعني أخد حوالي 7 8 دقايق وطلعت بالجمال ده. قدمتها بقى مع طبق رز. أنا طبعا أحلى حاجة مع الخضار أحبها الرز، فقدمتها مع الرز بالطريقة دي كده وبألف هنا. ولو عجبتك طريقتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.